السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ أم رواد ست. ونشوفوا اش جبت لكم اليوم. شوفوا هذه الوصفة، شوفوا سيتها شحال من مرة من عجبتني، قلت نشاركها مع صديقاتي ان شاء الله تنفعكم. شوفوا سيريس كونفي، شو سيريس كونفي شحال راه غالي، ندير فيه هو يزوقوا به الكاطو، بصح شوفوا راه غالي بزاف، قابسة صغيرة 22 000 وروح. المهم هذه الوصفة سهلة وبسيطة، أي وحدة تنجم ديرها. شوفوا كان نقطع فيها هذيكو ويقعد كيما هكا، ما يخسر ما والو، نديرو في الثلاجة في الفريجيدير تحته. شوفوا يقعد كيما راه. المكونات بغيت ندهشوا المكونات اللي مخدوم بها هذا سيريس كونفي. الكرز المجفف، شوف هذا الكرز المجفف طبيعي فاكهة، وهذا كيما نقولوا يشبه له، فاهمين؟ وحده تسكن بعيد ما عندهاش مين تشري، طاحت اون بان تبغى دير كاطو تاع مشبوك ولا كاش ديكوري بيه وما عندهاش شكون يشري لها، ولا حوانت مبلعين ولا مانيش عارفه كميه كبيره، تخدم هذا وديره وتدعي لي. شوفوا جربت شحال من وصفه منه، بزاف قنوات داروه، قنوات مصريه قنوات جزائريه، بزاف قنوات داروه. انا سيت شحال من وصفه عجبتني هذه درتها لكم وشاركتها معكم، ان شاء الله تعجبكم. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير وتشوفوا المقادير تاعه بسيطه بالبزاف، وتشوفوا فيه كي داير. هناني خدمته جديد وخليته في الثلاجه قبل ما نديركم الفيديو، نديركم المونتاج الفيديو، خليته قريب اسبوع سيمانه في الفريجيدير، ما صراله والو، راه قاعد كيما راه. نبداو في الوصفه تاعنا. شوفيها بسم الله. عندنا كاس تاع ما، كاس كبير تاع ما، الكاس اللي نشربوا فيه ليمونات وشي، كاس معمر ماء عادي. عندي نص داك الكاس نعبر به سكر عادي اللي نشربوا به القهوه، يعني كاس ما، نصف كاس سكر، نصف كاس مايزينا اللي هي نشاء الذره. صحيح اللي تبغي تقسم الكميه تقسم، انا درت لكم هذه عطاتني كميه دوك اللي شفتوها معايا. درنا كاس ما، نص كاس تاع سكر، ونص كاس تاع مايزينا نشاء الذره. كلشي بارد في بارد. نجيب عطر الفريز، ها ولا ندير شويه منه، واللي عندها عطر السوريز دير عطر السوريز، ذوق ولون. نخلط كيما في بارد ونديها فوق النار على نار متوسطه. نبدا نخلط، ما نوخرش يدي وانا نخلط. الاولى نخلطها بالفوي، ومن بعد كي ندير سباتولا. شوفوا تجي كيما الكريمه اللي نخدموها هذيكو. نخلط حتى تبدا تتقالي، دوك تبدا تقال نروح نجيب سباتولا كيما هكا باش تعاوني هكا، ونقعد نخلط فوق النار متوسطه. ما بغيتش نقلع لكم المراحل باش تدو كامل الوصفه للمبتدئات، فاهمين؟ ما اللي يعرفوا يطيبوا حاجه واحده اخرى. هذيك هنا صايب بدا يتقال. شوفوا كي وليدي وقعدي تخلطي باش ما يتكتلك. شوفي تخلطي كيما هكا. مازال كاين مكون سري دوك نديرها معكم، ما تقطعوش لا فيديو، كملوا لا فيديو حتى الاخر. المكون اللي باغي يخليه ما يخسرش ويخليه يدير لابريون دوك تشوفوه. شوفوا هنا نخلط كيما هكا مليح، قلعتها من فوق النار، ونروح نجيب 3 مغارف كبار معمرين تاع عصير الليمون اللي صفيته. عصرت حبه عليم وصفيتها، درت منها 3 مغارف كبار، متفاهمين؟ ونخلطهم مليح هنا حتى نوخر من النار هاكا. وصفه سهله وبسيطه ونتيجه شابه بزاف. شحال من قناه دارتها في الجزائر وقنوات مصريه داروها في شحال من عام. انايا ما سيتهاش، ما كذبش عليكم. هذه خطره ملي شفتها قلت والله نسيه، سيت ملي شفتها ناجحه وعجبتني نخدم بها. تاع طلبيات باغي نشري سيريس كونفي، بصح ما تكونش عندنا طلبيات للدار نخدموه نديرو به نورمال مشوك، نديرو نزوقو به الكاطو عادي، ما يصرى لا حتى حاجه. شوفوا هنايا ما تخلوش يبرد كيما هكا، هو حامي ولا دافي. راه جبت هذاك البلا هذاك تاع الكغاتا ولا اي حاجه دهنته بالزيت، وهنا شمخت يدي بالزيت. نتوما ما تشمخوش يديكم بالزيت، شمخوا غير صباعاتكم برك بالزيت، غير صباعات باش ما يلصقلكمش. صايي انا بعد نمسح يدي ونشم غير صبعي برك بالزيت، ونبدا ندير كريات. تبغوا توزنوا ديروا 7 غرام، ولا ما تبغوش توزنوا زعما هكا ديروا عينكم ميزانكم، ديروا كيما تبغوا. المهم الطريقه راهي موضحه. شوفوا الحبه هكا قلعوا شويه بالمورف وكوروا مليح كوروا غايه باش تجيكم حتى توليكم الحبه ليس في يديكم. مسحوا يديكم من الزيت، انا من بعد نمسح يدي من الزيت. وصفه سهله وبسيطه وتنفعكم. الناس اللي عايشين بعاد على المدينه ولا هكا بعاد على الحوانيت، ولا مهم تسحقيه هكا تكوني مستعجله وتسحقيه ما عندكش في الدار، ما لقيتيش في الحانوت، بغيتي ديري الى الدار شويه كاطو، صاي كاطو تاع العيد راه كمل،
روحي خدمي ديال الوصفه ديريها في الفريجيدير في قابصه بلعي عليها مليح وخليها في الفريجيدير. من تحقيها تروحي تجبديها وتزوقي بها. تبغيتي دوك لي تيش هذوك تاع الكاريز تبيعو عند العطار ديري فوقهم، ديري نورمال، كوروه مليح في يديكم باش يوليكم ليس. كيما قلت لكم مسحوا يديكم من الزيته باش ما يغبنكمش. ونكمل كاع الكميه تاعي بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه. تعطيني كميه كبيره تبغوا تجربوا نتوما جربوا كميه نص، المهم هذه الكميه عطاتني كميه لاباس بها. نكمل كاع الكميه تاعي بنفس الطريقه. شوفوا وصفه سهله وبسيطه، مقاديرها بسيطه بزاف. اللي وصلت هنا الفيديو حبيباتي شدير تروح دير لي جيم لا عجبك لا فيديو، تخلي لي تعليق تحت يشجعني، ودير لي ابوني الا كان مازال ما درتش ابوني باش يوصلك كل جديد. هنايا حبات جاوني كبار راني نقص منهم عادي، نقلع ونقص قبل ما تبرد، راه دافي ما راهش بارد يعني يساعدك في الخدمه. واللي يسيهم غايه نعاود كاع نفوت عليهم اللي يسيهم باش يجوني شابين. كيما قلت لكم مسحوا يديكم الزيت باسكو انا من نشم يدي بزيت بزاف غابني. نتوما ديروها غير بصبعاتكم باش ما تلصقلكم. شوفوا الحبه تحسبوها سيريز، سورتو الا درتو ذوق السيريز. هذه انا عندي تاع الفريز يجي شويه كلا، بصح كون ديرو ذوق تاع السيريز يجي روعه. كيما قلت لكم حبيباتي اللي مازال ما دارش اشتراك في القناه لا كان مهتم بالقناه دير اشتراك باش يوصلها كل جديد، وتعليق خلوا لي تعليق تحت يشجعني باش نزيدكم لا فيديو واحد اخرين. قناتنا قناه بسيطه عائليه، قناه صغيره تدخل كاع بيوتكم ان شاء الله. شوفوا بغيتيها كاش وصفه من هذه الوصفات ترسلها لي في الفيسبوك نفس اسم القناه. شوفوا كملت هنا الكميه تاعي. بعد ما كملت الكميه كاع اللي كانت عندي تاع السيريز كونفي شبيه السيريز، يعني وصفه بديله على السيريز الحقيقي. شوفوا هانيكم شنو ندير دروك هنايا تنجمو دسوه كيما هكا، ديروه في اون بواط تبلعوا عليه ودسوه في الفريجيدير في الثلاجه تحت برك، ما ديروه في الكونجيلاتور ولا والو. تبغوا تزيدوا لها، شوفوا جبت هنا مغرف عسل كبيره زدت لها شويه العطر هذاك تاع الفريز ونخلط مليح كيما هكا. ديروا مغرف تاع عسل ولا زوج مغارف كيما تبغوا هكا، ونخلط داك الفريز ونفرغه فوق داك السيريز بديل السيريز، ونفرغه فوقه ونخلطهم باش يولي لي داك لابريون تاع السيريز الحقيقي. هذيكم من يبرد هنا مازال ما بردش بزاف، انا راني نخدم تما مازال ما درتها لا في الفريجيدير لا والو، وجمد وشد روحه. باغي من يبرد يزيد يبس كاع الحبات تولي تحسبوها سيريز حقيقيه. شوفوا حكموا ان بيك ولا كوردون ولا كاش حاجه تغبوا كيما هكا باش يولي بالكم سيريز تاع بصح. شتو طريقه ما كاينش اسهل منها. شوفوا كيما قلت لكم بزاف قنوات داروا هذا السيريز، انا كنت هايباتها في البدايه بصح من بعد هنا طحت اون بان في السيريز قلت والله سيدي الوصفه عجبتني. شوفوا خليتها قريب سيمانه ولا ميسريتها ولا في الثلاجه عاد باش بارطاجيتها معكم، تعرفتها بلي وصفه ناجحه باش بارطاجيتها معكم. نتوما سيو كميه صغيره عجبتكم خدموا بها، ما عجبتكمش ما تخدموش بها. شوفوا نفرغ لي داك العسل اللي درت له ذوق السيريز واللون ونخلطه ونحتفظوا به في علبه نغلقوها مليح وندسوه يقعد كيما راه ما يصراله والو. شوفوا لابغيون اللي يجيبها لهذاك العسل عليكم يولو زعما تحسبيه سيريز حقيقي. شوفوا معايا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم وتجربوها وتبارطاجوها مع احباباتكم مع صحاباتكم في فيسبوك في مواقع التواصل الاجتماعي. واللي عجبتها كاش وصفه من وصفاتي ما تنسانيش بدعوه خير. شوفوا السيريز تاعنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله، تحسبوه بلي سيريز مشري بديل السيريز بديل الكرز، تحسبوه بديل السيريز. اللي اخترعت هذه الوصفه ولا شنو نقولها ربي يعطيك من التمنى ان شاء الله. عليكم وصفه اكثر من رائعه. شنو حبيتي دروك؟ سلام.